ازيكم عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل النظافة الأسبوعية بتاعت كل أسبوع. كل أسبوع هنعمل ايه؟ هنغير الملايات بتاعتنا والمفارش ونمسح المسحة الحلوة. كل أسبوع اعملي الحركة دي، هيبقى باقي الأسبوع عندك الشغل سهل وخفيف. تغيري الملايات ونغير المفارش ونلمع أي حاجة في الأوضة خشب كده، تمسكي الفوطة وتلفي على الخشب اللي في الأوضة. وطبعا هتنفضي الشيش بتاعك إذا كان شباك أو بلكونة في الأوضة. كل أسبوع تعملي الحركة دي. شايفين بقى احنا كده هننفض الشيش بتاعنا، وكمان هننفض هنلمع أي حاجة في الأوضة خشب، وكمان هنغير الملايات والمفارش عشان يبقى عندنا باقي الأسبوع الشغل سهل وبسيط. هو يوم بس واحد تعمليه كده آخر الأسبوع، تلفي على الأوض كلها وتغيري الملايات وتغيري مفارشك وتمسحي مسحة حلوة كده كل أسبوع. الشتا طبعا مش بيعوز مسح كل يوم، لأن الدنيا بتبقى مقفلة والدنيا بتبقى نظيفة. بس طبعا لو عندك بلكونة والبلكونة طبعا بتنشري فيها، مينفعش كل أسبوع، لازم تتمسح على طول. كده احنا هنمسح الخشب بتاعنا اهو، وطبعا نفضنا الشباك بتاعنا، ونمسك أي حاجة في الأوضة زي ما قلتلكوا تلمعوها. وطبعا تكوني غاسلة السجاد بتاعك ومنضفاه وداخلة الشتا كده وانتي ايه على نظافة. ادي المفارش طبعا بتاعتنا هنغيرها. التربو ده كان 4 بس انا خليته 2، كسر طبعا، فقلت بدل ما ارميهم اشيل 2 واخلي 2 كده بينفع نحط فيه اي حاجة. كده خلاص شلنا الملايات بتاعتنا وشلنا المفارش. كمان هنغير قصدي هنغير الملايات ونغير المفارش، كمان هنكنس الأوضة بتاعتنا وننفض طبعا السجاد ونكنس طبعا البلاط بتاعنا قبل ما نمسح. وتجيبي شوية المية بتوعك كده الحلوين اللي فيهم كلور او ديتول، بتدي ريحة حلوة كده للأوضة وبتحسي ان انتي نضفتي. طبعا احنا مستنيين الشتا اللي مش راضي يجي ده. طبعا احنا طلعنا البطاطين وطلعنا الهدوم الشتوي ولبسنا كل حاجة، والشتا مش هين عليه يجي. واحنا عملنا كل حاجة وفرشنا طبعا الستاير التقيلة والسجاد وكل حاجة. هو بقى يجي براحته بقى، احنا كده عملنا اللي علينا. زي ما انتم شايفين خلاص مسحنا الأوضة، هنرجع بقى نفرش الأوضة ونفرش الحاجة النظيفة. طبعا لما تيجي تعملي الحركة دي طبعا اللي هي بتاعة النظافة الأسبوعية، طبعا يكون عندك أكل عشان ما يبقاش وراكي كل حاجة في وقت واحد. يا إما هتعملي لهم أكل سهل وبسيط كده وخفيف. كده احنا هنفرش اهو الملاية، هنبدأ بقى الفرش. فرشنا السجاد ونفرش الملايات بتاعتنا والمفارش، وكده ايه هنعمل الأوض بنفس الطريقة كلها. أنا بغير الملايات بتاعتي كل أسبوع. حلو قوي انك تغيري الملايات بتاعتك كل أسبوع. وطبعا في الشتاء ما بنمسحش كل يوم زي ما قلت لكم، الا اذا البلكونات طبعا بتستعملوها لازم تتمسح على طول عشان ما تنسيش. خلاص كده خلصنا الملاية. هندخل طبعا نطبق البطانية بتاعتنا. البطاطين بنحطها في الشمس بس طبعا مش كل يوم عشان التراب والعربيات، بس لازم نحط البطاطين والمخدات بتاعتنا في الشمس كل فترة. البطانية اللي مش عارفين عدلتها دي اهي هتطبق اهي، ونطبقها تطبيقة حلوة تدي شكل على السرير جميل. ادي البطانية كده خلصت والسرير بتاعنا خلص. طبعا احنا فرشين الستاير من قبل كده. دي تنظيفة اسبوعية زي ما قلت لكم، عبارة عن تغيير ملايات وتغيير مفارش وتمسح وتكنسي وتمسحي وترجعي الحاجة زي ما كانت. باقي الاسبوع طبعا الترويقة الخفيفة بتاعت كل يوم. كده خلاص خلصنا الأوضة بتاعتنا. تعالوا اوريكم الأوضة بعد ما خلصت والنظافة والجمال بتاعها. شايفين الأوضة؟ ادي الأوضة بتاعتنا بعد ما خلصت خالص والدنيا بقي زي الفل ونضيفة. شايفين طبعا الجمال؟ اعملي كده طبعا زي ما بقولك هترتاحي. ولو ان احنا ايه الشغل عندنا ما بيخلص، بس هترتاحي طبعا، هيبقى الشغل خفيف وسهل.
كده الأوضة بتاعتنا تكون خلصت. تعالوا كمان هنخش على أوضة البنات، هنعملها نفس الحاجة اللي احنا عملناها في الأوضة دي. تلف على كل الأوض، أوضتك وأوضة العيال وكل حاجة تعمليها. وإذا كان عندك الصالة عايزة تغيري لها برضه المفارش غيري لها، كل حاجة غيريها في آخر الأسبوع. خلاص كده شايفين الأوضة كده خلصت، يلا بينا نخش على الأوضة اللي بعدها. ادي الأوضة اللي بعدها كده هننضفها. طبعا هتلاقوا فيه لعب مرمية في الأرض طبعا من بنتي، ومبهدلة شوية حاجات في الأوضة كده. طبعا بصوا على المكتب هتلاقوها ماسكة كراسة بتذاكر. ايه اللعب اللي ما بتخلصش دي؟ اللي احنا نتخلص من اللعب وتطلع لنا لعب تاني تتكسر نشحتها، وبرضه طبعا هنضطر نجيب لعب تاني، وبيطلع لنا لعب وبتكتر طبعا وبتبهدل لنا الدنيا. يلا كده احنا بعد ايه نلم بقى الحاجة اللي هم بهدلوها وتظبطي الدنيا بتاعتك. طبعا ايه لما تيجي تعملي الحاجة ومفيش حد موجود كده او هما في المدرسة، تشتغلي كده والدنيا عندك فاضية، تعرفي طبعا تعملي كل حاجة كده وهما مش موجودين، ولا تقولي بس يا بت ولا اوعي يا واد ولا اي حاجة. تبقى الدنيا عندك فاضية بقى، فتروحي مستغلية الوقت ده فتروحي منضفة. بس طبعا لو يوم الجمعة هيبقوا موجودين معاكي فانت بقى شوفي اللي يريحك اعملي فيه. بس انا بحب هما طبعا في المدارس، لو انا طبعا فرصة ما عنديش حاجة وهما في المدرسة بعملها الخميس الصبح. طبعا انت الوقت اللي يريحك المهم تنضفي. انا بحب بس وهما مش موجودين عشان باخد راحتي وما بيبقاش طبعا ورايا اي حاجة غير النظافة. لكن هما قاعدين طبعا يلا نذاكر، خدي ذاكري لي ده، تعالي نعمل ده شوية مش عارفة ايه. فبتبقى طبعا ايه بتخلصي طبعا، ما بتخلصيش بسرعة، بياخد معاكي وقت. بس مش مهم طبعا، ممكن تنضفي بالليل ممكن الصبح اللي يريحك، المهم الوقت اللي انت فاضية فيه تعملي الحركة دي اللي هي نظافة بتاعت كل اسبوع. وكده ظبطنا طبعا الترابيزات بتاعتنا وغيرنا المفارش ومسحناها ونفضنا الشيش زي ما انتم شايفين. كمان هنكنس الأوضة زي الأوضة اللي فاتت ونمسحها كمان. وطبعا انا هعمل السرير اللي فوق، انا عندي سرير بدورين زي ما قلت لكم. انا ما بعملش السرير كل اسبوع، اللي فوق بعمله كل اسبوعين لان محدش بينام عليه. كده خلاص خلصنا الترابيزات بتاعتنا. نخش طبعا على السراير ونغير الملايات بتاعتها. طبعا هغير كل الملايات مرة واحدة، واول حاجة هفرشها السرير اللي فوق، لان هضطر انزل كل الدباديب طبعا فهتعمل لي ازمة تحت. فنفرش السرير ونروح مطلعينها تاني بسرعة. ادي كده خلاص هشيلنا الملاية طبعا وهنفض السرير ونلمع الخشب زي ما انتوا شايفين على السريع كده، تبقى الدنيا عندك نظيفة. طبعا تبقى ايدينا في الشقة كده على طول، تبقى الدنيا عندك زي الفل وبتنور طبعا. ادي السرير اللي فوق ده اللي بقولكوا عليه بنعمله كل اسبوعين، لو بيستعملوه طبعا كنت غيرته كل اسبوع زي باقي السراير. كده خلاص هننزل طبعا الدباديب كلها دي من المصنع اللي احنا فيه ده ونطلع نحطهم تاني. ادي كده هننفض السرير ونفرشه، شايفين عاملين ازمه ازاي. فطبعا اول حاجه لازم اعملها السرير اللي فوق ونرجع كل ده تاني فوق. اصلا طلعته صعبه السرير لانه عالي جدا، بس هو الصراحه السرير بدورين في الاماكن الضيقه لا بينجز وبيديكي مساحه. وهي الاوضه طبعا صغيره فما كانش ينفع عندي الا سرير بدورين. كده ظبطنا الملايه بتاعتنا وهنفرش الدباديب اللي انتوا شايفينها. خلصنا كده السرير بتاعنا اللي فوق وخلصنا منه. طبعا هنرتاح منه اسبوعين ده. الملاية اللي انتوا شايفينها دي هنسيبها شوية وننزل كمان نمسح زي ما انتوا شايفين السراير بتاعتنا اللي تحت وهنظبطها تظبيطة حلوة. خلاص كده ادي السرير هنفضيه عشان نفرشه الملاية الحلوة بتاعتنا ونظبط بطانيتنا ونبقى خلصنا الاوض بتاعتنا. هي التنفيضة دي اصلا كمان ما بتبقاش صعبة، بتبقى سهلة تنفيض اهو شايفين بقى اللعب. خلينا بقى في اللعب دي لما بتخلص هنلم طبعا في الشنطة العجيبة بتاعت بنتي دي كلها لعب.
طب والله بفضيها وبيطلع تاني لعب، لان طبعا بنجيب تاني لعب فبتكتر. طول النهار انا ماسكه الشنطه دي الف وراها، هي هاتيها تلعب بيها وانا المها تاني واشيلها. طبعا ما ننساش واحنا بننظف نقعد نذكر اذكار واحنا بننظف، طبعا نستغل الوقت اللي احنا فيه. طول ما انتي واقفه في المطبخ بتطبخي زي ما متعودين، او بتمسحي او بتنظفي زي كده، انا بحب اشغل كده قرآن، خصوصا القرآن في المطبخ اللي هو الراديو بقى كده، ويشتغل كده قرآن واروح مشغلاه وبدأ نظافة كده. بصوا بيدي راحة نفسية جميلة. وكمان واحنا شغالين نذكر أذكار الصباح والمساء، أو اذكري أي أذكار معاكي وانتي شغالة، ونستغل الوقت طبعا اللي احنا بننظف فيه. كده خلاص بنجيب ورا أي حاجة طبعا، وادينا هنمسح الأوضة بتاعتنا مسحة حلوة ونروح نفرشها. ادي كده السجادة بتاعتنا فرشناها وخلصنا الأوضة، ونفرش الملايات بتاعتنا، وهتشوفوا الأوضة بعد ما تخلص هيبقى شكلها عامل ازاي. كده ادينا خلصنا طبعا التنفيضة الأسبوعية دي اللي أنا قلتلكوا عليها، كل أسبوع اعملوا كده، وهتبقوا باقي الأسبوع بتاعكوا الشغل سهل وخفيف وبسيط. نبقى فاضيين بقى للمذاكرة، فاضيين للأكل، فاضيين لأي حاجة تاني، نلف لفة سريعة كده على الأوض الصبح وخلاص. المخدة اللي مش هنا لا تدخل دي. وادي المخدة اللي بعديها، وكده نكون خلصنا في المرحلة الأخيرة اللي هي بتاعة الفرش دي. دي آخر حاجة بنعملها، بتبقى خلاص الأوضة طبعا باين عليها النظافة اهي زي ما انتوا شايفين. وادي البطاطين هنطبقها زي ما احنا متعودين. خلاص كده خلصنا، نخش على السرير اللي بعديه طبعا. ايوه كده خلاص خلصنا كده الأوضة، والستاير بتاعتنا دينا حاطينها، ورجعنا الأوضة زي ما كانت شايفين. ادوها بس نص ساعة، نص ساعة تلاقوا بنتي طلعت اللعب تاني ولعبت بيها، بس مش مهم، شوية اللعب سهلين نشيلهم. خلاص كده خلصنا الأوضة، شايفين الجمال. دي النظافة بتاعتنا بتاعت كل أسبوع اللي بنعملها، نغير كل ملايات الشقة ونمسح المسحة بتاعتنا الحلوة ونفرش طبعا السجاد بتاعنا. وكده نكون خلصنا، والفيديو كمان بتاعنا خلص. ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة. يلا باي.